بعد الظهر، لا قبل الظهر تكوني مخلصه الغدا بتاعك. في ترويق في البيت هيخلص، في مسيح في البيت هيخلص، في ترتيب دواليب في البيت هتخلص، في شغل في المطبخ، طبعا شغل المطبخ ما بيخلصش برضه هيخلص. يعني على الاقل يومها هتبدا الدنيا تبقى رايقه معاكي شويه. ما تاجليش نظافه. موضوع تاجيل النظافه ده حاجه ممنوعه. بمعنى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله يا جماعه بتوحشوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصي بقى، اصحي بدري واعملي شغل بيتك اول باول كده، صدقيني هترتاحي والله العظيم. خاصه الطبيخ، يعني اطبخي بدري، اطبخي بدري عشان يبقى عندك وقت ان انت لو هترتبي دواليب، لو هترتبي اوض، لو هتمسحي، لو هتعملي اي حاجه، اطبخي بدري. ليه؟ لان الطبيخ اهم حاجه في البيت. اي حد بيجي من بره من الولاد، سواء كان في مدرسه، في جامعه، في اي حاجه، اي اول حاجه بيطلبها من سيادتك ايه؟ اول ما تدخلوا من باب البيت بيقول لك ايه؟ جعانين. فدي اول حاجه لازم تخلصي منها وتعمليها، هي الطبيخ. بعد ما بتخلصي الطبيخ بتاعك انت ايه بقى؟ بخور في البيت، تهويه في البيت، الشبابيك مفتوحه، الدنيا الترويق بقى، سواء صاله ولا انتريه ولا اي حاجه، بتبقي بقى باقي اليوم رايقه والله العظيم. مجرد ما الواحد بس بيخلص الطبيخ. ودايما اصحي بدري، اعمليه بدري، ما تستنيش ان انت تستني تطبخي بعد الظهر، لا قبل الظهر تكوني مخلصه الغدا بتاعك. في ترويق في البيت هيخلص، في مسيح في البيت هيخلص، في ترتيب دواليب في البيت هتخلص، في شغل في المطبخ، طبعا شغل المطبخ ما بيخلصش برضه هيخلص. يعني على الاقل يومها هتبدا الدنيا تبقى رايقه معاكي شويه. ما تاجليش نظافه. موضوع تاجيل النظافه ده حاجه ممنوعه. بمعنى حتى لو هتنضفي نص نظافه، حتى لو هتمسحي البوتاجاز والحيطان حوالين البوتاجاز بسبونشه كده وخلاص، وبعدين يبقى تنظيف عميق. لكن تركني حاجه وتقولي هعملها بكره، هعملها بعده، بتبصي تلاقيها تقلت على بعضيها. انتي اللي بتتعبي، بتبذلي مجهود جبار عشان خاطر ترجعي الحاجه زي ما كانت الاول، نظيفه شويه. طيب يبقى الصحيان بدري، واطبخي بدري، اعملي كل حاجتك في البدري، هوي بيتك، شغلي بقى عود بخور، نشغل برضو قرآن، نهوي الدنيا كده، بتغير طاقة المكان وبتخلي البيت هادي كده، بتخلي فيه سكون في المكان كده، تحس ان انتي مرتاحه. عشان حتى لو عملت لك كوبايه قهوه ما تبقيش ماسكه القهوه بتشربيها وانتي شايله هم هعمل ايه وهسوي ايه. لا، انا ماسكه القهوه بشربها وانا كنت طبخت، مطبخي نضيف، ريحه بيتي حلوه، بيتي متروق، دنيتي رايقه ودنيتي كويس. البيت اللي فيه اطفال بنروق على قد ما بنقدر، لكن ما بتبانش عليه ترويق. ودي حاجه كل الناس عارفاها، كل الناس عارفه ان البيت اللي فيه اطفال، يعني مثلا نيجي للانتريه، ممكن تلاقي مخدات الانتريه في الارض، اللي هي الكوشن دي مرميه في الارض، حاجه ركنينها هنا، حاجه ركنينها هنا، بس الرق والاساس كله بيبقى على النظافه. النظافه. انا ايه المشكله لما مثلا ادخل عند اي حد والاقي في حاجات اللي هي رامينها على الارض، سواء كانت لعب ولا اي حاجه، بس المكان نفسه نظيف، فرشه مفروشه في الارض نظيفه، الارض ممسوحه، ريحه البيت نفسه. ما احبش مثلا حد يجي يدخل عندي ريحه بيتي تبقى كرفه كده، ريحتها اكل، ما بحبش دي. ولا احب ادخل عند حد اشم ريحه اكل، طالما مش انا اللي طبخاه بيبقى الموضوع صعب، بيبقى الموضوع تقيل. فشويه كده حاجات او تركات كده الواحد لما بياخد باله منها بيرتاح، او بيحس ان هو عمل حاجه. فيا رب يكون الكلمتين دول خفاف كده وحلوين. ولو اول مره تشوفوا القناه يبقى لايك ده بعد اذنكم، ونورتوني. والناس الجديده اللي دخلت عندي نورتوني وشرفتوني، وسعيده بدخولكم عندي في القناه. نشوفكم على خير باذن الله.